السلام عليكم. شكون اللي ما عزيزش عليه داك لي بسكوي مالحين اللي كتباعو، ولكن ملي كنشوفوا المكونات ديالهم عامرين زيوت مهدرجه ومواد حافظه اللي كتضركم وكتضر عائلاتكم ووليداتكم. اليوم غادي نصاوبهم معكم في الدار مكونات اقتصاديه وبسيطه، اهم حاجه صحيين، وكل شكيل فيهم فيه نوع من الخضار. يعني غادي تاكلوا مملحات او بسكوي مالح غزالين المذاق ديالهم وكيجيو مقرمشين وما غاديش تشبعوا منهم. تبعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر. هنايا غنبداو الشكل الاول. غادي ناخذ واحد الجزره اللي سلقتها وخليتها بالماء ديالها، 2 معالق ديال زيت البلديه، الملحه، واحد المعلقه ديال الجنجلان، وهنايا خديت واحد 2 كيسان كبار ديال الشوفان اللي طحنتو وغربلتو. هنا غادي ناخذ هاد الخيزويه وغادي نديرها تطحن في مولينكس مع داك الماء ديالها. من بعد ما طحناها غادي نديروها في واحد لو بول. بالنسبه للحجم ديالها فتكون متوسطه، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره. غادي نضيف هنايا 2 معالق ديال زيت البلديه، غادي نحركهم مع بعضياتهم، وموراها غادي نضيف الملحه. هنايا بالنسبه لهاد المملحات او لهاد لي بسكوي فانا نعطيكم لاباز، ولكن ممكن تزيدوا نتوما شنو ما بغيتو. ممكن تزيدوا اعشاب منسمه، ممكن تضيفوا الحبه السوداء، ممكن تضيفوا الثومه ولا البصله بودر، نتوما وداكشي اللي كتبغيو. ممكن تضيفوا الزعتر حتى هما كيجيو زوينين، يعني نتوما والاختيار ديالكم. هذه غير لاباز ديال لو بسكوي، ولكن نتوما زيدوا فيه اللي بغيتو. وإلا ما كنتوش غادي تعطيوه للوليدات الصغار فممكن تضيفوا فيه حتى شويه ديال الحار. هنايا غادي نبدا نضيف داك الشوفان ديالنا بعد ما طحناه. هنا بالنسبه للشوفان فانا شديته وطحنته غير انا وغربلته. الا كان عندكم دقيق ديال الشوفان كيتباع فممكن ديروه. هنايا راه بديت كنخلط، يعني كنجمع العجينه ديالي، وكنت نسيت ما زدتش ديك المعلقه ديال الجنجلان، فهنايا المعلقه ديال الجنجلان زدوها حتى هي في الاول، غير انا كنت نسيت ما زدتهاش وتا الاخر عاد غادي نزيدها. صافي هنايا بعد ما تجمعات لي العجينه كتجي بهذا الشكل هذا، بهذا القوام. غادي نضيف هنايا ديك المعلقه الجنجلان اللي نسيت في الاول. بالنسبه هنا الكميه انا صوت معكم واحد الكميه يعني قليله ما كثيراش بزاف، ولكن ممكن تضاعفوا المقادير حيت انا هنا غادي نصاوب 3 الاشكال. وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. فانتوما ممكن تصاوبوا شكل واحد وغير هما دوبلوا المقادير ديالهم وصافي. صافي هنا غادي نجمعها مزيان ديك العجينه. هنايا ما غادي نخليوها ترتاح ما والو، كيف ما شفتوا راه ما درنا فيها لا خميره لا حتى حاجه. غادي ندوز نيشان نشكلها. هنايا غادي ناخذ بابي كويسون، غادي نديرو من التحت، ندير العجينه ديالي وغادي ندير عاوتاني بابي كويسون اخر وغادي نطلقها. بالنسبه غادي نطلقها دي تكون يعني ما تكونش غليظه بزاف، وهانتوما تشوفوا السمك ديالها كيف داير. وغادي نقطعها بالجراره. انا غادي نديرها على شكل مربعات، نتوما ديروا الشكل اللي بغيتو، يعني الشكل والطريقه المصاوبه فكتبقى نتوما على حسب الاختيار ديالكم. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي كامل الكميه اللي عندي. انا هنا بالنسبه ما غاديش نحركهم، يعني غادي نقطعهم، غادي نخلي حتى دوك الجوانب واخا ما تيجيو مكدين. فانتوما الا بغيتو تحيدوا دوك الجوانب وتعاودوا تشكلوهم فراه ما كاينش مشكل، غير هما ما كتكونش واحد الكميه اللي كثيره، فانا خليتهم وتا هما طابوا معاهم. هنايا من بعد ما قربت نسالي يعني التشكيل ديالهم، غادي ندير الفران ديالي يسخن على حراره مرتفعه، ولكن ملي غادي نبغي نديرهم غادي نقص الحراره على 160 ونخليهم يطيبوا. انا كنشعل عليهم من الفوق لتحت، ولكن الا ما كانش الفران ديالكم كيشعل من الفوق لتحت فشعلوا عليهم غير من التحت حتى يطيبوا، ديك الساعه شعلوا عليهم من الفوق. هنايا غير واحد الكوردون غادي ندير واحد تقيبه في الوسط غير باش يجيو بحال دوك اللي كيتباعوا صافي. صافي هنا غادي ندخلهم الفران يطيبوا وغادي ندوزو نصاوبوا الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني فهنا خديت واحد البربه طيبتها وخليت فيها شويه ديال الماء. غادي ندير الشوفان، غادي ندير 2 معالق زيت البلديه والملحه. بالنسبه للكميه ديال الشوفان فكتبقى على حسب الحجم ديال البربه ديالكم. هنايا بعد ما طحنتها غادي نضيف 2 معالق ديال زيت البلديه
موراها غادي نضيف الملحه، وموراها غادي نضيف الشوفان ديالنا. وكيف قلت لكم في الاول، ممكن تزيدوا اي اضافه نتوما بغيتوها ولا كيتعجب وليداتكم، نتوما كتبقى هذيك اختياريه. هذه غير لا باز ديال العجينه. انا شي خطره كنزيد ديك الحبه السوداء، شي خطره كنزيد بحال هكا دوك الاعشاب المنسمه، شي خطره كندير الزرارع. مهم نتوما وداكشي اللي بغيتو. هنايا غادي نبدا نضيف داك الدقيق ديال الشوفان. بالنسبه لهذه غادي تاخذ لنا اكثر، حيت الحجم ديال الباربه كبير على الحجم ديال الجزره اللي درنا في الاول. صافي هنا غادي نكمل الخلط، وموراها غادي نبدا نعجن بيدي حتى تجمع ليا. هذا هو الشكل ديالها، اللوين ديالها كيجي زوين، كتعطي دوك الالوان طبيعيه اللي كيعجبوا الوليدات، ولكن نتوما عارفين انها يعني مكونات صحيه وراه مجرد خضر. وهاد لي بسكوي راه صالحين حتى الناس اللي كيتبعوا حميه غذائيه، كيبغيو شي حاجه هكا مقرمشه ياكلوها، ولا شي سناك ولا هكا، فهما صالحين وراهم كيشتو صحيين 100%، صالحين للكبار والصغار تاعهما. هنايا بعد ما طلقتو بالنسبه للسمك ديالو فهو بحال الاول. انا هنايا ممكن تستعملوا يعني الجراره وديروا شي شكل بها كيف ما بغيتو. انا هاد المره فضلت نقطعهم على شكل هكا اللي يعجب هكا الوليدات الصغار، غير باش تاخذوا نتوما افكار وصافي. غادي نكمل التقطاع ديالهم. وبالنسبه لهاد الكميه فراه عطاتني كميه اكثر من الشكل الاول. كيف قلت لكم يعني على حسب الحجم ديال الباربه ديالكم، وديك الساعه غادي تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا الشوفان على حسب الحجم. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي، وغادي ندير نفس الطريقه الفران. دجا الفران راه سخون، فغادي نخليه على 160 وغادي ندخلهم يطيبوا على خاطرهم. راه الشكل ديالهم كيبقى هو يعني ما كيصغاروا ما كيسيحوا ما حتى شي حاجه. هنايا بعد ما ساليت فخرجت لي هنايا هاد اللاطه هادي والنص ديالها، غادي ندخلهم يطيبوا في الفران، وغادي ندوزو نصاوبوا الشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث غادي ناخذ واحد الجزره معلقه كبيره د الزبده، واحد 50 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، وهنايا استعملت الدقيق القمح الكامل اللي غربلته حيت منو ديك النخاله الغليظه. هنايا خديت ديك الزبده وطحنتها مع داك الجزر. غادي نضيف الملحه، وغادي نضيف الفرماج ديالي موراها. بالنسبه للخضره هنا انا استعملت الجزر. هنا كل مره شنو كندير، مره كندير جزر، مره كندير القرعه الحمراء كنفورها ولا كنسلقها شويه مع داك الماء وكنطحنها. وشي مرات كنستعمل بطاطا حلوه، كناخذ بطاطا حلوه كنغسلها مزيان، كنديرها في الفران طيب كامله يعني ما تقشروها ما حتى حاجه، ومن بعد ما تخرجوها تبرد طحنوها وديروها، راه حتى هي كتجي رائعه. يعني هادو 3 ديال الخضر ممكن تضيفوهم في هاد المملحات، راه كيجيو غزالين والمذاق ديالهم كاع ما كيجيش باين. صافي هنا بعد ما ضفت المكونات ديالي غادي نبدا نحرك، وغادي نضيف الدقيق شويه بشويه، وحنا كنحركو حتى تجمع لنا. الا كيعجبوكم بحال الوصفات قولوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله نشارك معكم افكار جديده وتكون صحيه وفي نفس الوقت بنينه وغادي تعجبكم نتوما والعائلات ديالكم. صافي هنا بعد ما تجمعتنا العجينه غادي ندوزو نيشان نشكلوها كيف الاول. هنا بعد ما طلقتها فالسمك ديالها غادي يكون بحال الاول. بالنسبه لهادوك اللي كتشوفوا في العجينه فهي الفرماج احمر اللي استعملت، فهو كان مشرمل وخرجوا هذاك الفلفله وداكشي اللي فيه خرج في العجينه. هنايا انا عندي هاد القطعه هادي كتجي على شكل يعني السمك صغير. هي كتسمى هاد النوع ديال البسكوي جولد فيش. ما عندكمش فماشي مشكل، استعملوا اي قطعه عندكم. هنا كنقطعها وكنخلي دوك الجوانب ماشي مشكل، وغادي ندخلهم يطيبوا. هنا بعد ما طابوها ما كيجيو راه كيجيو رائعين ومقرمشين من الداخل، ما تشبعوش منهم، وكيجيو مكوناتهم بسيطه ومتوفره، واهم حاجه صحيه. نتمنى الا عجبتكم الفيديو ديروا سبسكرايب وتشاركوه مع العائله والحباب ديالكم،
وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، ونتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله.